ما تشتريش اللي بيتباع لك. انت لو عايز تبقى مدير ناجح ما تشتريش اللي بيتباع لك. ففي الواسع منه هو انت هتشتري اللي بيتباع لك. اللي عايز يدير الناس صح، واللي عايز ينجح شركته، واللي عايز يدير القسم بتاعه، والمدير اللي عايز يبقى ناجح، اوعى تشتري اللي بيتباع لك. واوعى تحس دايما ان مفيش معيار لقياس اي حاجه غير ان انا هصدقك. طب نحلف انا وانت؟ مش تمشي كده، يعني مش تمشي بالحلفان، لازم نحط معيار. عشان كده بقولوا في حاجه اسمها KPI، صح؟ الKPI اللي بتقول انا شغال كويس ولا شغال وحش. فانت معظم الخناقات اللي انا شفتها في كل الشركات ايه؟ الراجل ده ضغطنا جدا وظالمنا، وليه بيقول علينا مش شغالين واحنا مطحونين رغم ان احنا مش مقصرين في حاجه، ده الواحد بيجي من 8 الصبح يروح 6 الصبح، والكلام بتاع المصريين الجميل ده. وتقعد مع الراجل تقول يا عمي انا حاطط له تارجت ان هو يبيع مثلا ب 100,000 جنيه، هو ما جابش غير 30,000 جنيه، واقول له ليه؟ يقول لي ده لسه بايع امبارح ب 8,000 جنيه. طب ما هو انت لسه بايع امبارح بس طول الشهور وطول الاسابيع انت ما عملتش حاجه. فغياب المعيار بيخلي في حاله من الظلم. يا صاحب البيزنس او صاحب الشركه ما عندوش معيار فبيقيس بالايه؟ بالانطباعات. وانا دايما بقول يا اما معطيات يا اما انطباعات. انطباع ايه؟ انا مش رايق النهارده فهشوط الناس كلها، انا رايق فهتلاقي الدنيا كلها ماشيه كويس. الموظف النهارده اشتغل عايز الشركه تقعد تسقف، ما اشتغلش بين الثلاثه اللي فاتوا، انا معذور وليا ظروفي وانتم مش حاسين بيا، وانا اللي كنت ببيع وانا احسن واحد بعت في الشركه. انا عمرو حافظ بتكلم عن البيزنس، لو حابب تتابعنا هتلاقينا موجودين على كل المنصات. شكرا جدا ليك.